كل سنه وانتم طيبين حبايبي. عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الفته المصريه بطريقه سهله وبسيطه، والطعم ما يتوصفش، وفيها تكات بسيطه كده هتطلع معاكم احلى واطعم فته مصريه. طبعا فطار اول يوم العيد لا غنى عنه، ده حاجه اساسيه طبعا. لازم نفطر بيها. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تبقى سنه سعيده وعيد سعيد علينا وعلى امه محمد كلها يا رب. يلا نعمل مع بعض الفته ونشوفها عملناها ازاي بالطريقه الحلوه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض الفته المصريه بطريقه جميله جدا وطعم مميز هتعجبكم جدا. انا عندي اللحمه سلقاها في ميه وبصل ولورا وحبهان فلفل اسمر. السلق بتاعنا العادي اللي بنسلقه، ممكن تحطوا طماطميه لو انت حابه تحطوا طماطميه جزرايه برده كده. عندي بقى النار كده ايداها على معلقتين كده زبده من اللي احنا مسيحينها، وحته دهنه كده او حته ليا هسيحهم مع بعض عشان هحتاجها دلوقتي، وهقول لكم انا هحتاجها في ايه نعملها في ايه. بس الشوربه بتاعتها جميله اهي وصافيه، لو بتشيل الرم من عليها عشان ما تعملناش اي زفاره بالشكل ده. هنكمل بقى مع بعض. عايزه اعيش بقى قطعه صغيره كده، احط بقى عليه توابل كده، شويه فلفل، شويه فلفل اسمر، وشويه كزبره كده صغيرين تبتدي تعمل برضه كده. عليهم السمنه اللي احنا مسيحينها كده. هتبقى طعم حلو وريحه حلوه. ونقلب وندخلها الفرن بقى يتحمص، نحط كمان شويه عشان تبقى طعمها حلو كده. هي طبعا ملناش دعوه علاقه بالرجيم ولا بالكلام ده بقى في اليومين دول. اجيبها بقى كويس وادخلها الفرن. الماده الدهنيه اللي احنا مسيحينها ديت، وراح جايه ننزل معلقه توم كبيره كده عشان نحمرها كده. يا دوبك هديها لون كده اللي هو يعني اشقر كده، مبقاش غمق الحاجه عشان ما تمررش كده. هتاكلي من الشده دي وهتدعيلي على طعمها وحلاوتها. انا حاطه فيها حته من اللي هي برضه هتديها طعم معانا. هاخد الدهنه كده مش هتاخد معانا وقت يعني. عندي طماطم بقى احنا كمان مخلصينها ومخزنينها مع بعض، خدت منها كيس. ممكن نعمل كوبايه من الخل. طبعا على حسب الكميه اللي بتعملها، انا عامله كيس كبير. الخضروات مقطوعه ونزيد بقى بالصلصه اللي احنا محضرينها مع بعض. كنت عايزه صلصه جاهزه بس دي عامله زي الجاهزه بالظبط. ممكن طماطم معصوره ومعلقه صلصه من المعلبه واحطها معاها، اديها تقليبه كده، وبعدين نحط عليها التوابل بتاعتنا. توابلنا هتبقى بسيطه خالص. هنحط عليها بس نص كوبايه من الميه كده علشان تقيله قوي، عشان تسهل معانا كمان بالشكل ده. بس فيها التلج بتاعها عايز يتحط لسه. عندي التسبيكه كده غليت. عندي بقى التوابل، عندي ملح وفلفل اسمر وبهارات لحمه، ربع معلقه صغيره كده من الكزبره، وشويه شطه اختياري، وربع معلقه من السكر عشان الحموضه بس. وهنقلبها وتاخد غلوتين تلاته لغايه ما تتقل كمان معانا، ونطفي عليها. انت تظبطي الملح بقى عندك على حسب ما انت ما بتحبي.
سيبها تدخل كمان شويه ونطفي عليها. عندي الرز بقى، عندي 3 كوبايات من الرز، طبعا على حسب برضو المقدار اللي انت بتبقى عايزاه. هغسله ونرجع نكمل مع بعض. عندي بقى شويه من الماده الدهنيه اللي كنا مسيحينهم مع بعض، هغطيها كده، احط عليهم شويه زيت كمان او على حسب الماده الدهنيه اللي انت بتستخدميها. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت كده حلوين عشان يفلفلوا كده معانا الرز مع الدهنه اللي احنا مسيحينها، مع معلقه الزبده اللي احنا كنا مسيحينها برضو، اللي احنا سيحناها مع بعض. نسيبها تسخن قوي ونرجع نشوف. عندي الماده الدهنيه ريحت معانا جامد اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى ب3 كوبايات ميه قدام 3 كوبايات من الرز. بعد الساعه اللي بتاعتنا هسيبها تغلي. هسيبها تغلي ربع معلقه من الثوم كده، ده اختياري بيبين ان هي فته يعني. هسيبها تغلي ونغسل الرز. ونجيب الميه كده نحط الماء. ننزل برضه هنسيبه لغايه بقى ما يتشرب وبعدين نوطي عليه كده. يتشرب هنوطي عليه بقى ونسيبه لغايه ما يتشرب. هنعمل شويه توم كده، معلقه صغيره من الثوم، يا دوبك الريحه بس بتاعتها تطلع، مش هديها لون عشان ده هنعمل بها، هنحط فيها شوربه يعني، وهنحطها برضك على العيش وتدي طعم حلو برضك للفتات معانا. نجيبها بالشكل ده اهو. ننزل بقى عليها برضه مع كوبايه من الخل. هتغلي غلوه وانزل عليها بالشوربه بتاعتها. عندي الشوربه بالخل غليت كده، هنزل بقى عليها بالشوربه بتاعتها. هسيبها تاخد غلوتين ونظبط الملح بتاعها ممكن، ونكمل بقى بقيه الوصفه بتاعتنا بالشكل ده. احنا مخلصينه سوا ولونه اصفر من الكاميرا. نحط عليها شويه من الشوربه اللي احنا عاملينها دي، بتديها طعم حلو يعني نشربها كده من الماء. عايزه تكتري تقللي براحتك يعني فيها، مش هكتر قوي عشان تبقى فيها نسبه التقريشه كده القشره بالشكل ده. بصوا الرز المفلفل بيعمل ازاي، طريقته بتبقى حلوه بالطريقه ديت. طعم الثوم مخليه طعمه حلو، حته الثوم اللي احنا حاطينها فيها في قلب الشوربه بتديها طعم حلو قوي. حطي الرز حطيت من الرز اهو. هديها برضو قطعينه كده بسيطه من الشوربه، طعمها حاجات بسيطه كده بس الطعم معانا. هنحط بقى نحط الصلصه. طبعا الشكل اللي انت حابه تعمليه بقى.
بالشكل ده. ونقلب بقيه الاكل. لو انت حابه تحمري اللحمه حمريها، احنا بس علشان ست كبيره كده فانا مش هحمرها يعني، انا كلها كده مسلوقه. لو انت حابه تحمريها في معلقه زبده وتروحي جايه مشوحاها فيه بشويه ملح وفلفل. اهي كده بعد ما غرفناها بالشكل ده هيتفك معانا. لو حابه انت بقى تحمري اللحمه بشويه معلقه زبده كده وتحمريها فيها بشويه ملح وفلفل وترشي عليها. عملت الصلصه والشوربه وكمان كمان الشوربه والصلصه اهي. ودي طريقتي كانت في الفته، هتعجبكم جدا. طريقتها جميله جدا وسهله وبسيطه بس الطعم حكايه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.